بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بيكم في قناة السمك في اسكندرية. معاكم عمرو ابو الوفا، والنهارده ان شاء الله معانا محتوى جديد هنتكلم فيه عن فيلم الوثائقي معلم الاخطبوط من انتاج شركة نتفليكس. من خلال الفيلم ده هنقدر نتعرف على حياة الاخطبوط اليومية ونعيش معاه يوم بيوم ونعرف كل اسراره، ويهمني جدا ان انا اعرف رايكم في المحتوى ده لان ده محتوى جديد ومش عارف اذا كنت هكمل فيه ولا لا. بتبدأ قصتنا ان في مصور افلام وثائقية اسمه كريج فورستر. الراجل ده في الفترة الأخيرة من حياته اتضغط جامد، بقاله 20 سنة شغال، وآخر سنتين من حياته كانت كلهم ضغوط وخلاص جاب آخره، وبدأ بقى يحس إن هو بدأ يعاني وبدأ يجي له أمراض من الضغوط اللي عليه، وبدأ إن عيلته برضه بدأت تعاني، وهنا قرر إن هو يفصل. وكان السؤال يفصل فين وإزاي؟ طبعا إجابة السؤال ده قعد يفكر فيها، فقعد يفكر في الذكريات اللي في حياته قبل كده. هو اتربى في بيت في رأس العواصف الإفريقي، كان البيت ده تحت منسوب المد الأعلى، وكان المية لما توصل لحالة عالية من المد كانت بتخش جوه البيت. هو اتربى حياته كلها قرب المحيط. وكان في ذكرى ثانية ليه، ولما كان شاب صغير كان بيصور فيلم وثائقي اسمه ذا جريت دانس مع فرقه من مقتطفين الاثار في صحراء كالاهاري، وكان مقتطفين الاثار اللي شغال معاهم دول من اعظم من اشطر مقتطفين الاثار في العالم، وكانوا بيشوفوا اثار لا ترى بالعين المجرده، وكانوا بيمشوا ورا الاثار دي لمده ساعات طويله. طبعا هو كان بيصورهم وكان بيحس هم ازاي شايفين الاثار دي وازاي ماشيين وراها الساعات الطويله دي ويقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه. حس ان الطبيعه دي عالم منفصل، هم عايشين جوه العالم ده وهو عايش براه. فلما حب يفصل بقى وهو كبير شويه في السن، قرر ان هو لا، لازم يكون جوه الطبيعه، ومش اي طبيعه، ده طبيعه المحيط اللي اتربى دايما بالقرب منها. الراجل بكل بساطه راح جاب الزعانف بتاعته وراح جاب الماسك والسنوركل بتاعه ونزل الميه. بيقول لك ان في الاول كان في مشكله كبيره معاه، ان هو مش متعود على الميه، احيانا بتبقى ساقعه توصل درجه حرارتها ل8، واحيانا بتبقى التيارات فيها قويه جدا، واحيانا مش بيعرف يكتم نفسه فتره طويله. لكن مع التعود ومع الوقت بدا يكتم نفسه فترات اطول، وبدا يحب الساعه بتاعه الميه، وبدات الميه الساعه بالنسبه له بتبقى منعشه. وعشان هو حب يكون جزء من الطبيعه اثر على نفسه، ما بقاش يلبس بدله غطس ولا معاه اللي هو انبوبه الاكسجين، بقى بيغطس بشكل طبيعي كده، بس معاه دوبك الزعانف من السنوركل والماسك بتاعه. مع الوقت اكتشف حته كده مساحتها 200 متر مربع، الحته دي معزوله عن المحيط شويه، مش بس كده، لا دي جواها غابه محيطيه كامله تحت الميه. الغابه دي كلها بوجود الشجر ده كله بيصد قوه الميه، فبالتالي العوم فيها اسهل شويه. وبدل ما كان هو قفل خالص من قصه التصوير وقصه المونتاج دي وكان عايز يبطلهم، لما فصل كده وبدا ينزل في المكان اللي هو الغابه اللي تحت الميه، بدا ان هو تاني عايز يصور وعايز يكتشف الطبيعه. بيقول لك احسن حاجه في غابه المحيط ده ان هي غير الغابه العاديه. الغابه العاديه بتبقى انت ماشي على الارض وعمال تبص على الشجر من تحت، مش شايف الصوره كلها من فوق. لكن في الغابه المحيطيه بيبقى كأنك في غابه 3D، تقدر تطلع وتنزل فيها وتشوف الصوره من فوق، تشوف الصوره من تحت، وتبص اللي جوه الشجر، تقدر انك انت تتحرك بكامل الحريه في 3 اتجاهات. رجع شغفه للطبيعه وبدا يصور صور جميله جدا زي اللي كان بيصورها قبل كده. وفي يوم من الايام لفت انتباهه حاجه غريبه جدا، لفت انتباهه كوره من الاصداف لازقه كده في بعضيها، ولما قرب منها طلع اخطبوط وطلع يجري. ودي كانت ظاهره، هو ايه اللي خلى الاصداف تتلم حوالين الاخطبوط كده، والاخطبوط اصلا كان قاعد جوه الاصداف ليه؟ كل دي حاجات كانت بالنسبه له غريبه جدا. وهنا خطرت في باله فكره، قال لك طب انا ليه مش كل يوم اغطس واروح لمكان الاخطبوط ده واشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي وعايش حياته ازاي. وبدا فعلا في الخطه دي. لكن في الاول الاخطبوط كان اول ما بيشوفه بيستخبى، فطبعا مش بيرضى يطلع. فعمل ايه بقى؟ في الاول كان بيسيب الكاميرا بتاعته، برضه الاخطبوط مش مآمن، فكان بيشوف الكاميرا فيحاول مثلا يزقها بالرمله، لقاها ما بتعملش رد فعل، فحاول ان هو يقرب دراعاته ويحسس عليها بدراعاته. في الاخر خالص مثلا ممكن يلعب ويقلب الكاميرا دي على وشها. المهم مع الايام وتحديدا في اليوم 26 بدا خلاص الاخطبوط بقى متعود شويه على وجود الكائن البشري ده، ولما مد ايده ناحيه الاخطبوط هو كمان مد دراعه وحط ايده على ايد البشري. طبعا ده عكس بدايه التعرف بينهم خالص. لاول ما شافته حاولت انها تمسك ورقه شجر كبيره وتلفها حوالين نفسها زي العبايه، وبيقول لك ان ورقه الشجر دي رغم انها رقيقه جدا وناعمه جدا، لزجه جدا، صعب انها تتمسك، لكن الاخطبوط كان بيلفها حوالين منه كأنها عبايه عاديه جدا. المهم لما بدا بقى ينزل كل يوم الميه في نفس المكان بالظبط، اول حاجه لاحظها ان رغم الاشجار كلها متشابهه لكن هي مختلفه عن بعض تماما. ما كانش الفروق دي واضحه في الاول، لكن مع الوقت ان هو بقى بينزل والبصيره بتاعته بتشتغل بدا يشوف الدنيا ماشيه ازاي. ففكر ان هو يرسم خريطه للمكان اللي هو 200 متر مربع ده اللي هو الغابه اللي موجوده دي. واول حاجه بدا يكتشفها الكهوف اللي حوالين الوكر بتاع الاخطبوط، واكتشف ان الكهوف اللي حوالين وكر الاخطبوط دي كلها مليانه بالقرش القططي او القرش القطي. على فكره القرش القططي ده او القطي اللي هو الكات شارك موجود منه في البحر المتوسط. المهم هو كده بقى متاكد ان اكيد في يوم من الايام هيحصل حاجه بين الاخطبوط والقروش دي. بيقول في الاول الاخطبوط لما كان بيطلع له كان بيطلع براسه بس ودراعاته كلها جوه الوكر بتاعه، مش بيجازف ومش بيخاطر. هو على فكره دايما بيتكلم عن الاخطبوط ده بصيغه الانثى، دايما يقول شي، وهنعرف في اخر الفيديو ليه. المهم في الاول زي ما قلت لك كانت بتطلع بس براسها وهي مثبته كل جسمها جوه الوكر بالدراعات بتاعتها، لكن مع الوقت بدات تتحرك قدامه وبدا يشوف انماطها في الحركه. اول نمط لاحظه هو نمط ان هي
هي بتتحرك اكنها بنت لابسه فستان وبتمشي على رجليها عادي جدا والفستان ده حوالين منها. في نمط تاني ان هي بتاخد شكل صخره وتبدا تتحرك بالراحه خالص اكن الصخره دي بتتزحلق على القاع. في نمط ثالث ان هي بتاخد شكل كده غريب اكنها عشب وتبدا انها تتدحرج في القاع بالراحه عشان تتحرك زي حركه العشب. كل دي طرق هي متعلماها عشان خاطر تتحرك بسهوله من غير ما المفترسين ياخدوا بالهم منها. بيقول لك ممكن في اي وقت يبقى شكلها ناعم او اكن في شوك، او ممكن في اي وقت انها تطلع قرون عادي جدا، وطبعا بتغير لونها حسب المكان اللي هي واقفه عليه. في اليوم 52 بدا الاخطبوط يتعود جدا على كريج لدرجه ان الاخطبوط بقى بيمشي وراه زي الكلب كده بيمشي ورا بني ادمين. في يوم من الايام كان ماشي والاخطبوط جاي ناحيته وماشي وراه وهو سارح والاخطبوط وراه، لكن كريج في اليوم ده عمل غلطه كبيره جدا وان هو وقع واحده من عدساته في الميه. طبعا مع حركه فجائيه زي دي الاخطبوط اتخض وطلع يجري باقصى سرعه. راح دور عليه في الوكر بتاعه ما لقاهوش، وفضل فتره حوالي اسبوع تقريبا مش لاقيه وقعد يدور عليه. طبعا قعد بقى يعني بيفكر ازاي يوصل للاخطبوط ده تاني، فبدا يفكر في مختطفين الاثار اللي كان بيتكلم عنهم قبل كده بتوع كالاهاري، ازاي كانوا بيختطفوا الاثار بتاعه الحيوانات لمده ساعات. وفضل يفكر زي ما الاخطبوط بيفكر بالظبط، وقعد يفكر لو انا الاخطبوط هروح ازاي. وكان عنده مشكله ان هو مش عارف يفرق بين الاثار بتاعه الاخطبوط واثار الاسماك واثار اي حاجه ثانيه من المخلوقات البحريه، لكن مع الشغل الكتير والتصوير المستمر قدر يعرف فعلا الاخطبوط ده وصل فين. وفعلا وصل له بعد اسبوع زي ما قلت لك، واستغرب جدا من مقابله الاخطبوط ليه. كانت مقابله الاخطبوط ليه بالظبط زي مقابله البني ادمين، هو شافه وراح جاي مطلع راسه وبعد كده شاور له بدراعه وراح جاي مقرب منه، وبعد كده اكتشف ان الاخطبوط يعني ما فيش اي حواجز بينه وبين الاخطبوط، لدرجه ان هو كان عايز يتنفس طلع على وش الميه عشان يتنفس، الاخطبوط فضل ماسك في ايده وطلع معاه. اصبح في بين كريج والاخطبوط صله صداقه جميله زي اللي موجوده بين الانسان والكلب، وبقى كريج مهووس جدا بالاخطبوط، نفسه يعرف هل الاخطبوط ده بينام كام ساعه، طب بيحلم ولا بيحلمش، طب هو بيحلم بايه. وبدا بقى ان هو يروح البيت يعمل سيرش كتير جدا على الاخطبوط ده، واكتشف ان هو اسمه اخطبوط فولجاريز. الاخطبوط ده اصلا نوع شائع من الاخطبوط موجود في كل حته تقريبا في العالم، وموجود على فكره كمان في البحر المتوسط، وعمره بيكون سنه تقريبا، وتلتين ادراكه موجوده في دراعاته، وان الدراعات دي فيها 2000 ممص وبيحرك كل ممص على حده، فهو حرفيا عقله بره جسمه. مع القرايه اكتشف ان الاخطبوط كائنات ليليه اكتر، يعني هي نشطه في الليل اكتر، فقرر ان هو يغطس بالليل ويشوف حياه الاخطبوط ماشيه ازاي. لما نزل الميه بالليل رعب ابن لذينه، ما هوش شايف اي حاجه، الدنيا ضلمه تماما. مش بس كده، صوت الحيتان عمال ترن في الميه، وما انتش عارف الاصوات دي بعيده ولا قريبه ولا انت مش شايف اي حاجه، فاهم؟ تخيل واحد نزل وسط الميه بيبص حواليه مش شايف اي حاجه غير ضلمه. وصل لحد الوكر بتاعها وبيبص في الوكر ما لقاهاش، فخلاص كان قرر يرجع ويروح. وهو مروح قرر يبص في الميه الاقل عمق. لما بص في الميه الاقل عمق شافها موجوده وبتصطاد سمك في الميه الاقل عمق دي. ليه هي راحت الميه الاقل العمق؟ عشان تبعد شويه عن اسماك القرش ما تعرفش تستهدفها، وفي نفس الوقت الميه دي فيها اسماك كتيره جدا وسهل انها تمسكها. لا ان دراعاتها بتتحرك بسرعه كبيره جدا، في اجزاء من الثانيه تقدر تمسك السمك، ومسكت تقريبا 3-4 سمكات قدامهم بالطريقه دي، رغم ان هو بالنهار عمره ما شافها بتمسك سمك. ثاني يوم راح للوكر بتاعها ولاحظ قرب الوكر بتاعها في واحد من القروش شامم ريحه وبيدور عليها. طبعا هو كان عايز ان هو يخوف القرش ده، لكن هو قال لك لا انا ما اتدخلش في الطبيعه واسيب الطبيعه تاخد مجراها. اللي حصل فعلا ان القرش فضل يشم ورا الاخطبوط لحد ما الاخطبوط حس بالخطر ودخل تحت صخره، لكن القرش حط مناخيره جوه الصخره ومسك دراع من دراع الاخطبوط وفضل يلف حول نفسه كذا مره لحد ما قطع الدراع ده وخده في بقه وكله. طبعا كريج قلبه كان هيقف، هو ايه اللي حصل يا جدعان؟ بعدها بشويه لقى الاخطبوط طلع من تحت الصخره وهو مش قادر يتحرك، اكنه بيتحرك اكنه كيسه كده مع الهواء ومش قادر يمشي. وبعد كده فكر ان هو يساعده ويوديه الوكر، لكن هو لما سابها شويه قدرت انها توصل الوكر لوحدها. بقى يروح يزورها كل يوم، وانا طبعا قلت لكم ان هو بيتعامل معاها لانها انثى يعني، وبقى يشوفها كل يوم لونها ابيض كده وشاحب ومش قادره تتحرك، وفضلت اسبوع ما تخرجش بره الوكر ولا تاكل. طبعا حاول ان هو يجيب لها اي حاجه من الصدفيات ويفتحها لها، لكن المحاوله دي بقت بالفشل ونجم البحر كل اكلها. بعد ما الاسبوع ده عدى بدات تخرج من الوكر بتاعها، وبان مكان الجرح اللي كان سمكه القرش كلت منه الدراع، بان مكانه زي نبته كده لطرف جديد بدا يطلع لها. وكان الطرف ده رغم ان هو شكله صغير جدا والدراع ده شكله صغير جدا، لكن كان شكله مثالي جدا. بعد 50 يوم رغم ان الدراع ما وصلش للحجم الكامل ليه، لكن هو كان يعمل بكفاءه كامله، وصل الدراع لحجمه الكامل بعد 100 يوم. بعد الحادثه دي بدا كريج يبقى شغوف اكتر بحياه الاخطبوط، وبدا ان هو يدرسه اكتر واكتر. فشافه في يوم بالنهار ازاي بيصطاد كابوريا، لقى ان هو بيستخبى للكابوريا وعمال يستنى عليها ويترصد لها كويس، وفي ذكاء وفي دهاء في الصيد ده. ورغم ان الكابوريا قدرت تطلع بره الميه، تطلع فوق الصخور وتنزل تاني، لكن الاخطبوط قدر في الاخر ان هو يمسكها. وكان لما بيجي ياكل بيعمل فوضى كتيره جدا، وكان نجم البحر بيجي ياكل من البواقي بتاعته. بعد كده حاول يصطاد الاستاكوزا بنفس التقنيه بالظبط، ان هو برده يترصد لها وكده، لكن واجهته مشكله كبيره جدا مع الاستاكوزا، ان هو كل ما يحاول يجي يمسكها الاستاكوزا بتنط لفوق. طبعا حاول يعمل كده كتير ان هو يمسك الاستاكوزا بالجنب بالطريقه دي، لكن الطريقه دي بقت بالفشل كل مره. كريج بيقول لك ان هو خلال اسابيع بسيطه قدر يطور الطريقه دي، فبدل ما بقى بيمسك الاستاكوزا كده بقى بيمسك الاستاكوزا بالذات كده،
يرمي دراعاته كلها عليها ويمسكها كأنها شبكه. طبعا ده مستوى ذكاء عالي جدا. المفروض ان الاخطبوط ده من الحيوانات الرخويه، يعني الرخويات دي ما بتكونش ذكيه جدا زي كده، يعني مستوى ذكائها تقريبا زي قط او كلب، بيتعلم وبيفتكر التفاصيل. حاجه كمان خلت كريج يبقى متاكد من ذكاء الاخطبوط، وهي حته الطريقه اللي هو بياكل بيها الاصداف. دلوقتي الاصداف دي اللي هي زي اللي ماسكها دي كده بيبقى جواها حيوان رخوي، هي بيبقى بتخرم في الصدفه دي في مكان معين جدا، بحيث ان الحيوان الرخوي ده اعصابه تسيب ويطلع بره الصخره بتاعته وياكلها. ولو هو اعصابه ما سابتش ممكن تحط سم بحيث ان هو يسترخي ويطلع بره الصخره. فطبعا كل ده ذكاء، لان هي بتحفر في حته معينه جدا، هي ازاي بتبقى كل مره عارفه المكان اللي هي تحفر فيه وكل مره بتبقى فاكراه. فطبعا ده ذكاء مستوى عالي جدا عن الرخويات. مش بس كده، ده ذكائها كمان فادها في المره اللي بعد كده اللي اتواجد فيها مع القرش، ان هي فسحته حرفيا. القرش من نوعيه الحيوانات اللي بتعتمد على حاسه الشم في الصيد، فهي مهما تستخبى منه هو كده كده شم ريحتها. ففي الاول القرش طلع يجري وراها، راحت هي دخلت جوه الشجر ولفت نفسها بطريقه العبايه اللي لفت نفسها في الاول خالص، لكن القرش بدا يعض في الشجر وهي حست بالخطر، فراحت جرت وطلعت فوق الصخور. طلعت شويه فوق الصخور، طبعا لما تطلع في شويه لازم تنزل تاني، فلما جت نزلت راح القرش شم ريحتها وطلع يجري وراها تاني. راحت في الاخر خالص راحت استسلمت على القاع ومسكت حوالي 100 صدفه بحريه ولفتهم حوالين جسمها. هنا كريج افتكر ده المشهد اللي في الاول ما كنتش لاقيه تفسير، ان حته ان الاصداف البحريه دي كلها لازقه في الاخطبوط. اللقطه اللي بعد كده القرش بيحط اسنانه في الاخطبوط وبيبدا يلف بشكل جنوني عشان يقطع منه حته، لكن حتى اللف بالشكل الجنوني ده الاخطبوط خلاه في صالحه عن طريق ان هو طلع على ظهر سمكه القرش. طبعا ده برده مستوى ذكاء مش طبيعي. سمكه القرش بقت ماشيه حيرانه، انا هروح فين باللي على ظهري ده؟ فضلت ماشيه بالاخطبوط ده لحد قرب الصخور. طبعا قرب الصخور راح الاخطبوط نازل بكل سهوله من على ظهر سمكه القرش ورمى الاصداف البحريه واستخبى. اليوم اللي بعد منه نزل كريج الميه واكتشف ان الاخطبوط قاعد بقى بالنهار مش جايه معاه بقى يصطاد، قاعد بيلعب، عمال بقى ايه يشاور على السمك وبتاع. واللي اكد له ان هو بيلعب ان هو بعد ما خلص لعب مع السمك جرى ناحيته وبدا يتواصل معاه زي ما اي حيوان على الارض زي الكلب او القطه يتواصل مع الانسان. بيقول ان ده اخر تواصل حصل بينه وبين الاخطبوط. ليه بقى؟ لان هو تاني يوم لما نزل كان طبعا جو شتاء موسم التزاوج بتاعهم، راح لعند وكر الاخطبوط لقى اخطبوط تاني جنب منه. طبعا استغرب لان الاخطبوط حيوان اصلا مش اجتماعي ودايما بيكون موجود لوحده، ازاي في اخطبوط تاني؟ لما ركز لقى الاخطبوط التاني ده ما هو الا ذكر كبير وان موسم التزاوج بدا فعلا. طبعا هو عند اللحظه دي خلاص بقى هو درس حياه الاخطبوط كلها وبقى عارفها، وبقى عارف ان زي ما موسم التزاوج ابتدى حياه الانثى هتنتهي مع وضع البيض. فعلا فضلت الاخطبوطه قاعده جوه الوكر بتاعها وما بتطلعش ابدا، ولا بتصطاد ولا بتاكل ولا بتعمل اي حاجه، قاعده بس تاخد بالها من البيض وبتحاول ان هي تخليه يتنفس اكسجين، لحد ما جاء ميعاد يوم فأس البيض وفأس مئات الالاف من البيضات وطلعت هي من الوكر تقريبا شبه ميته. بدات الاسماك تاكل منها حته، كل سمكه معديه تاكل منها حته، ونجم البحر وبقى واي حد بياكل نفايات بيجي ياكلها. لما تاني يوم جت سمكه قرش وراحت خدت اللي اتبقت منها كلها في بقها. طبعا بيقول لك ان رحله مراقبه الاخطبوط دي ما كانتش رحله سهله عليه، لان هو كان مضطر كل يوم ينزل الميه بالليل وبالنهار، ساقعه حر ملوش دعوه، كده كل يوم بينزل، التيار عالي التيار واطي ملوش دعوه. فطبعا هي لما ماتت هو زعل عليها جدا، بس في نفس الوقت ده كان مصدر كبير للراحه ليه. كمان هو في الفتره دي استغل الفرصه دي ان هو يقرب من ابنه ويعلمه كمان التصوير تحت الميه، وكمان ابنه بقى شغوف جدا بالطبيعه. كمان اكتشف من خلال وجوده في الطبيعه ان في حاجه مدبره وذكائها مختلف تماما عن ذكاء البشر، وهي اللي ورا ده كله. طبعا هو بيسميها عقل الغابه يعني، وان عقل الغابه اللي بيقول عليه ده مخلي كل الحيوانات والكائنات الحيه اللي في الطبيعه مرتبطين ببعض، وكمان هو اكتشف قد ايه ان الحياه دي ضعيفه. يا رب المحتوى ده يكون عجبكم. طبعا ده محتوى جديد عندنا في القناه اول مره نعمله، ويهمني ان اعرف رايكم عشان اعرف اذا كنت هكمل فيه ولا لا. وصلي على النبي صلي.